بعد 5 شهور استخدام الايفون 17 برو ماكس هقول لك تجربتي الشخصيه مع الموبايل ده، لان فيه مميزات واكيد في عيوب. اهلا بيكم، معاكم ميجو. البطاريه والكاميرات هما من احسن الحاجات اللي موجودين في الايفون 17 برو ماكس. انا نفسي بحب بطاريه ايفون 17 برو ماكس جدا، حتى ان انا كمان معايا النسخه اللي فيها خط، يعني المفروض حجم البطاريه يكون اقل من النسخه اللي بتنزل فيها اي سيم. بس البطاريه هنا بتكون 4823 ملي امبير. ولكن سيبك من الارقام بتاعت الشركات دي، البطاريه في تجربه الاستخدام حلوه جدا. يعني انت لو فاتح واي فاي طول اليوم على الموبايل ده، الموبايل هيقعد معاك اليوم كله مستريح قوي. وخلي بالك الارقام دي انا ما كنتش بلعب عليه، الارقام دي هي ارقام مستخدم طبيعي بيسكرول على السوشيال ميديا. لكن كلنا عارفين ان الباقه او الداتا والبرايتنس بيعلوا درجه حراره الموبايل، فبالتالي بيستهلكوا كتير من بطاريه الجهاز. لكن لو جيت استهلكت الجهاز ده بره البيت ومشغل باقه ومعلي البرايتنس، الموبايل ده هيقعد معاك حوالي من 8 ل 9 ساعات برضه مستريح. واعتقد ده رقم كويس جدا لاداء ومستخدم طبيعيين. وبمناسبه سطوع الشاشه او البرايتنس في الايفون 17 برو ماكس، الموبايل ده حل مشكله كانت موجوده حتى في الجيل الاخير بتاع ال 16 برو ماكس، وهو فكره ان ال 16 برو ماكس كان اعلى اضاءه فيه 2000 نتس، فكنت بتعاني تحت الشمس ومش شايف الاضاءه بتاعت الموبايل كويس. لكن هنا بيكون البرايتنس بتاع الجهاز ده بيوصل ل 3000 نتس، فانت ما عندكش مشكله نهائي في تجربه الاستخدام بتاعه الموبايل تحت اضاءه الشمس. واعتقد دي مشكله مهمه كنا بنعاني بسببها مع الاجيال القديمه. احيانا يبان لك ان الشاشه ال 120 هرتز مش مهمه قوي، او مش هي الشاشه اللي ادفع فيها الالافات الزياده دي عشان تكون في الموبايل. لكن مع تجربه استخدام ايفون 17 برو ماكس معروفه ان الشاشه بتاعته 120 هرتز، لكن لما بيقل عن 20% انا عندي بخليه يشغل اللو باور مود، وده نظام بيعطل لك اي حاجه تستهلك من البطاريه زياده عشان البطاريه تقعد معاك ال 20% دول يقعدوا معاك يعني فتره اطول. ففعلا لما بتشغل اللو باور مود انت بتحس بلاج مش طبيعي في الشاشه. انت كنت الاول حاسس بسلاسه، وبعد كده هو في ايه، الجهاز مهنج. وخلي بالك الاحساس ده مش هتحسه الا بعد ما تستخدم شاشه 120 هرتز وترجع ل 60 هرتز، لكن العكس مش هتحس بيه قوي. التصميم هنا بيكون هيكل من الالومنيوم، وده بيكون له مميزات وعيوب في نفس الوقت، لكن عيبه هنسيبه لما نروح للعيوب. مميزاته بقى هو بيساعد في تبريد الايفون، يعني درجه حراره الايفون لما بتعلى بتنزل بسرعه، وده على عكس التيتانيوم اللي موجود في سلسله ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس. وكمان التصميم اتعمل يوني بادي، يعني الجهاز كله من قطعه واحده، فده ساعد ان ما يكونش فيه حواف، والظهر يكون هو نفس الجسم بتاع الحواف بتاعت الموبايل، فما فيش شفه هنا او حاجه تضايقك لما تيجي تمسك الموبايل، فبطن ايدك بتكون مستريحه مع الحجم الكبير بتاع الشاشه بتاعت الايفون. الكاميرات في الايفون 17 برو ماكس جودتها حلوه جدا، وانا عن نفسي مبسوط بيها قوي. حتى معالجه الصور بعد ما بتصور بتكون حلوه. الثلاث كاميرات اللي ورا بيكونوا الثلاثه 48 ميجا بكسل، ودي حاجه مش موجوده في الايفونات القديمه كلها. لكن هديك نصيحه، لو انت معاك 17 برو ماكس انت جهازك الثلاث كاميرات بيدعموا 48 ميجا بكسل، لكن انت لما بتيجي تصور صور عاديه ما بتصورش 48 ميجا بكسل، انت بتصور 24 ميجا بكسل. وكنت حليت لك المشكله دي في فيديو هبقى اسيبه لك يظهر صورته هنا او في الاي فوق، ابقى اتفرج عليه مع شويه نصايح كده في التصوير هيحسنوا جوده التصوير وتطلع الصور 48 ميجا بكسل مش 24 ميجا بكسل زي ما الموبايل عاملها. تجربه الثلاث كاميرات هنا حلوه جدا في كل اوضاع التصوير. حتى لما بتعمل زوم 4 اكس انت برضو بتاخد صوره بكواليتي 48 ميجا بكسل، وحتى لو وصلت بالزوم ل 8 اكس انت بتاخد صوره بكواليتي 12 ميجا بكسل، و12 ميجا بكسل على مدى الزوم ده حلو جدا. ده الكاميرا الاماميه بتاعت ال 16 برو ماكس كانت اصلا 12 ميجا بكسل، انما بقى الكاميرا الاماميه في ال 17 برو ماكس حلوه جدا، وانا عن نفسي مبسوط بيها جدا في تجربه الاستخدام. وده لان الكاميرا الاماميه هنا اتحسنت بقت 18 ميجا بكسل، ده غير نظام الدول كابتشر اللي موجود في الايفون 17 برو ماكس اللي بيخليك تصور من ورا وقدام في نفس الوقت، مع كمان السنسور الجديد اللي محطوط في الكاميرا الاماميه لل 17 برو ماكس اللي بيخليك تصور بالعرض وانت ماسك الموبايل بالطول بالكاميرا الاماميه. سرعه الشحن في الايفون 17 برو ماكس اتحسنت عن الاجيال القديمه. الاجيال القديمه من اول ايفون 16 برو ماكس واقدم كان بيدعم سرعه شحن يعني من 20 بتوصل كحد اقصى ل 30 واط، لكن مع ال 17 برو ماكس بيوصل لحد 40 واط. وخلي بالك لو اديت برضو سرعه شحن اعلى من 40 واط او شاحن 40 واط لسلسله ال 16 برو او البرو ماكس او ايا كان الاجهزه القديمه، هو ما فيهاش خطوره على الموبايل، هو هياخد النسبه بس بتاعه الشحن.
فلو استخدمت شاحن لل 17 برو ماكس 40 واط هيوصل لك 50% في حوالي 20 دقيقة. لكن لو شاحن 20% لل 17 برضو برو ماكس هيوصل لك 50% في 35 دقيقة. طيب كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب، فأكيد الجهاز ده فيه عيوب. فالعيوب اللي قابلتني في الجهاز ده مع تجربة الاستخدام، أول حاجة هي السماعة الخارجية، أو بالأصح مكان السماعة الخارجية. الطبيعي إن كان مكان السبيكر في الأجهزة القديمة كان يمين، والمايك بتاع المكالمات أو التسجيل هو اللي شمال. لكن في 17 برو ماكس هم عكسوا وخلوا السبيكر هو اللي شمال، والتسجيل الصوت او المايك هو اللي يمين. فمع تجربه الاستخدام وانا ماسك الموبايل بايدي اليمين، لان انا على طول بستخدم اي حاجه بايدي اليمين، فصباعي ده بيبقى محطوط في مكان السبيكر. فلو بتسكرول بتتفرج على فيديو بتعمل اي حاجه، فدايما هيواجهك مشكله، وهي فكره تحس ان الصوت مكتوم فلازم تزق صباعك. هي حاجه بسيطه، لكن ضايقتني في تجربه الاستخدام. حاجه بسيطه، مش برضو المضايقه اللي هي الكبيره قوي يعني. تاني عيب في الايفون 17 برو ماكس، وهو مش عيب في الموبايل ده بالاخص يعني، هو عيب في من ساعه ما اضافوا الميزه دي، وهو الكاميرا كنترول. زرار ملوش اي 30 لازمه، تكلفه استخدام على الفاضي. عم ايوب، فاهم؟ تحس ان هو عم ايوب في الموبايل. لو انت عايز تعمل، عايز تفتح الكاميرا يا عم افتح الابلكيشن وخش وافتح الكاميرا، انت هتقعد تتعبني وتدوس وتقلب زرار ملوش اي 30 لازمه. تالت عيب في ايفون 17 برو ماكس وهو سخونه الجهاز. انا قلت لكم في اول الفيديو ان هو معمول بتصميم الومنيوم وما بيساعدش في سخونه الموبايل وبتاع، لكن الموبايل بيسخن. هو بيقل درجه حرارته بسرعه، لكن كده كده بيسخن. مع الشمس واستخدام الداتا والبرايتنس العالي الموبايل هيسخن، حتى بعد ما ضافوا نظام الفيبر شامبر اللي موجود جوه الموبايل اللي بيساعد في تبريد الموبايل. بس هل الموبايل هيوصل لمرحله ان هو يسخن ويجيب لك بقى الرساله اللي بتتبعت دي ان هو الموبايل هيقف وكل لا لا، الموبايل بيسخن لكن ما بتوصلش لمرحله الرساله، او عمرها ما حصلت معايا ان الرساله تيجي وكل حاجه تقف على الموبايل وما اقدرش استخدم الموبايل الا ما سخونيه الموبايل تهدى. رابع عيب في الجهاز ده وهو سعره في مصر مبالغ فيه جدا، وانت تقدر بنص ثمنه او قريب من نص ثمنه ان انت تشتري جهاز برضه فيه شاشه 120 هرتز، برضه بطاريته هتكون كويسه، مش زي ده طبعا لكن هتكون كويسه. برضه تصوير كويس زي ال 14 برو ماكس، زي عندك ال 13 برو ماكس، عندك ال 15 برو ماكس، عندك اجهزه كتير وتوفر مبلغ كبير ما تشتريش ال 17 برو ماكس.